طبعًا ما ينفعش العيد يعدّي من غير ما ناكل رِنجة أو فسيخ، في ناس بيحبوا الفسيخ وفي ناس لأ، بس أساس الرِنجة في حياتنا، وتحسّي إن الرِنجة دي من العادات والتقاليد برضه اللي في العيد يعني. زي ما تقولي كده إيه، كبرنا لقينا أهالينا بيعملوا كده، بس عايزة أقول حاجة، هُم أهالينا زمان كانوا بيعملوا السمك، أنا فاكرة زمان كانوا أهالينا بيعملوا السمك أول يوم العيد، نلاقي الشارع كلّه ريحته سمك، يعني بيقلوا سمك بقى وكده، ندخل أي بيت فيه سمك، ما كانتش الرنجة منتشرة أوي زمان، كان السمك هو اللي منتشر أول يوم العيد، ليه؟ لإن كان الناس ما بياكلوش سمك في رمضان، مش عارفة ليه يعني. فدلوقتي اتطوّرت وبقت إيه، وبقت رِنجة، إحنا هنا كُلّنا بنحب الرِنجة، بس أنا بقى كل واحد بيحبها بطريقته يعني، أنا باحب أحُط مثلًا طحينة وليمون وقرن فلفل كده حامي وشوية زيت، بس كده، مش باحب أحُط أي إضافات تاني تغيّر طعمها، أحب بقى أقلّب الكلام ده كُلّه في بعضه وأكون مفصّصة الرِنجة ومضبّطاها وشايلة منها كل حاجة وأحطها بقى في الخلطة دي، شوية بطاطس محمّرة، برضه البطاطس المحمّرة هنا جنب الرِنجة ليه مش عارفة، يعني بقت عادات وتقاليد عندنا لازمًا نعمل بطاطس محمّرة جنب الرِنجة، هل فعلًا في ناس كتير بتحب البطاطس المحمّرة جنب الرِنجة والّا إحنا بس؟ وكابوتشي بقى وعيش وبصل أخضر ما ينفعش من غير البصل الأخضر، وكل سنة وأنتم طيبين، أحلى أكلة ممكن ناكلها